السلام عليكم. أهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهو موقع كده هنعمل من خلاله أي ابلكيشن إحنا عايزين نعمله، والموقع ده هيفيدك جدا سواء كنت موبايل ديفلوبمنت أو ويب ديفلوبمنت، وحتى لو كنت كروس بلاتفورم أو نيتف يعني برضو هتعمل اللي أنت عايزه. فالفيديو ده مهم جدا ليك وهيساعدك وهيوفر عليك وقت كبير جدا. يعني انت لو هياخد منك الابليكيشن شهرين ثلاثة مثلا، لا، مع الموقع ده هتوفر كتير جدا. يعني ممكن بالكتير كام يوم كده وتخلص الابليكيشن كامل بإذن الله. فركز معايا وحاول تسمع الفيديو للآخر، والفيديو ده هيفرق معاك جدا. وانا بقول لك عن تجربة شخصية وفرق معايا جدا. اول ما بشتغل على الابليكيشن لازم الموقع ده استخدمه على طول. فبلاش اطول عليك ويلا بينا نبدأ على طول في شرح الفيديو. اول حاجه هنعملها هو اننا هندخل على الموقع اللي ظاهر قدامك ده. هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. طبعا زي ما انت شايف هنا عندنا اول حاجه الموبايل، وبعد كده عندنا الويب، وبعدين عندنا الباك اند. فانت هنا مثلا في الموبايل بيقول لك كرييت بلانك اب، يعني تعمل ابلكيشن من البدايه خالص. اما هنا كرييت فروم تمبلت، فالتمبلت هنا هنشوفها مع بعض ان شاء الله. هتلاقي ان هي عباره عن افكار او مشاريع، يعني في الاغلب كده كلنا بنستخدمها، فهندخل عليها ونشوفها باذن الله. وهنا كرييت فروم سيلكت سكرين، يعني انت مثلا عامل الديزاين، هو هنا بيقول لك سيلكت مالتيبل سكرين فروم ريدي ميد ديزاين، يعني انت عندك الديزاين جاهز وهتستخدمه على طول وعايزه يحوله لك لكود، سواء كان اندرويد او فلاتر او حتى كان اي او اس. فاحنا هنبدا على طول من عند الكرييت فروم تمبلت. يعني انا بنصحك انك تبدا من هنا، بلاش انك تبدا الابلكيشن من البدايه، ولو عندك ديزاين ممكن تضغط هنا وتشتغل على طول. طيب احنا دلوقتي هنفترض ان انا ما عنديش ديزاين. فقبل بس ما ندخل في الموبايل تعال نبص على الويب كمان. هتلاقي هنا نفس الكلام برضو، تقدر تشتغل زي ما انت عايز لو عايز تعمل اي موقع. وهنا باك اند طبعا لو عايز تكريت داتابيز معينه او اللي انت عايزه. فتعال نبص كده على اللي يهمنا اللي هو الموبايل. اول حاجه هندخل على كرييت فروم تمبلت. لو جينا بصينا هنا هتلاقيه هنا موفر لك مجموعه من الافكار او مجموعه من المشاريع اللي ممكن احنا بنعملها في معظم الاوقات. يعني انت مثلا اكيد ممكن يواجهك مثلا اي كوميرس ابلكيشن او ستور ابلكيشن ايا كان الاسم. بس هو الفكره في ايه؟ انت هنا هو بيوفر لك الديزاين. يعني ده ديزاين كده جاهز زي ما انت شايف. انت ممكن هنا تبدا تحط مثلا وليكن هنا تحط اللوجو بتاعك وتبدا تعدل على الديزاين. زي ما انت شايف سكرينات هتلاقيها كامله، كل السكرينات اللي انت عايزها. طيب لو مثلا انت بتعمل ابلكيشن عباره عن ميديكال او هيلث كير، فهتضغط على الهيلث كير هنا كده، هيبدا يجيب لك افكار كتيره جدا. الافكار دي مثلا وليكن هو عامل لك هنا ديزاين معين، انت هتبدا تحط اللون اللي انت عايزه او الديزاين اللي انت عايزه بالشكل ده. طيب لو انت مثلا افترض انك خلاص طبعا انت استقريت على الابلكيشن ده وعايز تعمل الديزاين بالشكل ده كده والدنيا تمام، هتبدأ تروح هنا على يوز تمبلت وتختارها بالشكل ده كده. هيبدأ يقول لك ان الابليكيشن نيم وليكن مثلا الاسم ده والتكنولوجي اللي انت عايزها. طب خلينا في الابليكيشن نيم، ممكن نشيل الاسم ده كده ونخليه بس ابليكيشن وليكن مثلا واحد بالشكل ده. بعد كده التكنولوجي اللي احنا عايزينها تختار طبعا ما بين اندرويد واي او اس وفلاتر. طبعا احنا عارفين الفرق ما بين الثلاثه، فاحنا طبعا هنركز على فلاتر. فهنضغط بعد كده على كرييت اب من هنا كده، وهنستنى لحظات لحد بس ما يخلص تحميل. لو جينا بصينا هنا هيقول لك انه كده تمام الابلكيشن بتاعك خلص. ودي كده معظم الويدجت اللي هو استخدمها. يعني مثلا عندك السبيسر عباره عن ويدجت تستخدمها 16 مره، والتكست فورم فيلد تستخدمها 7 مرات، وهكذا. انت بعد كده هتروح على ليتس ستارت. لو بصينا هنا كده بيقول لك اول حاجه او اول سكرين بتتعرض هي السبلاش سكرين. بعد كده بيتعرض لك النكست سكرين اللي هو اللي بعد السبلاش على طول. فمن الطبيعي جدا اللي هو بيكون اول سكرينه معانا اللي هي اللوجن، فهنختار اللوجن وبعد كده نعمل سبميت. هنستنى لحظات زي ما انت شايف كده بيحمل. بعد ما خلص تحميل لو بصيت هنا كده طبعا انت مش هتفهم اي حاجه من الكلام ده. طيب الكود بتاعنا فين؟ هقول لك ببساطه جدا. انت هتيجي طبعا هنا لو عايز تشوف الديزاين بتاعك، يعني لو عايز تضغط هنا كده وتختار ايا كان الكود بتاعك او عايز تشوف على انهي سكرينه بالظبط،
شوف الديزاين ريسبونسيف، ودي من المميزات بصراحة اللي لقيتها في الموقع ده. يعني مثلا ممكن تختار مثلا ايفون بالشكل ده كده، هتلاقي ان الديزاين كويس وما فيهوش اي مشكلة. ممكن بقى انك تضيف الديزاين بتاعك اللي هو من خلال فيجما، وزي ما اتكلمنا بالظبط انك تقدر لو عندك الديزاين تضيفه وتعمل الكود بتاعه ببساطة جدا. طيب احنا بعد ما عملنا هنا كده هنبدأ نعمل بيلد اب من هنا كده، وهنضغط على بيلد اب. طبعا من المميزات اللي انا شفتها بصراحة يعني بشكل جميل جدا، الميزة دي بتخليك انك تقدر تعمل الابليكيشن بتاعك باستخدام اي ستيت مانجمنت من اللي قدامك، يعني سواء البلوك او الجيتكس او بروفايدر، وعندنا كمان الريفر بوت. طيب لو انت مش عايز اصلا تعمل الابليكيشن بتاعك بدون ستيت مانجمنت، فخلاص هتختار هنا كده without state management only widget، يعني هو كده مش هيستخدم اي state management. فخلينا نجرب كده ونعمله مثلا بالبلوك او الكيتكس، علشان انا عايز اوريك التنظيم بتاع الكود هيكون ماشي ازاي. فلو دوسنا هنا على بلوك، هيبدا طبعا يقول لك انه هيعمل state management لكل السكرينات دي. فهتضغط على build with block من هنا كده. زي ما انت شايف هو زي ما انت شايف هنا هو بيبدأ يحمل معاك بالشكل ده كده. فهتستنى لحد ما الشريط ده يخلص تحميل، وكمان كل بروسيس اللي هنا تخلص. فهنستنى لحظات كده لحد ما تخلص، ونرجع تاني نكمل الفيديو بتاعنا. بعد ما خلص تحميل احنا كده وصلنا لاخر خطوه، وننزل الكود اللي احنا عملناه. لو بصينا هنا على الابلكيشن هتلاقي ان دي التقسيمه طبعا اللي احنا عارفينها، وجوه هتلاقي بقى كل الويدجت سواء المين وكل الحاجات دي. لو بصيت هنا هتلاقي ان تنظيم الكود مميز جدا، يعني هو مميز لك الكود كده ببساطه علشان تقدر تتعامل معاه. عامل لك هنا مثلا الراوت، وهنا عامل لك الويدجت والبرزنتيشن، بيعرفك كل حاجه مكانها فين. وخلي بالك هنا كمان ضايف لك اللوكاليزيشن لو انت عايز تضيف اكتر من لغه للابلكيشن بتاعك. هو طبعا هنا ضايف لك اللغه الانجليزيه بس، تقدر انت تضيف اي لغه انت عايزها تاني. احنا كده بالفعل خلصنا البروجكت بتاعنا، عايزين بقى ننزل الكود ده. فبسهوله جدا هيجي هنا كده ونضغط على سينك اور داونلود كود. هنضغط هنا كده، وبعد كده طبعا انت لو عايز تداونلود الكود ده على جيت هاب او ترفعه على جيت هاب، احنا هننزل الكود عادي وبعد كده نجربه ونشوف. هنبدأ نعمل له داونلود من هنا كده. هنستنى بس لحد ما يخلص التحميل، وبالفعل هو كده خلص التحميل اللي احنا عايزينه. كده احنا خلصنا كل الشغل اللي على الموقع ده. فعلا احنا نزلنا الابليكيشن، بس فاضل لنا خطوة بس علشان نتأكد ان الابليكيشن شغال وما فيهوش اي مشكلة. فهنبدأ نروح ننزل ده كده، وهنروح على الداونلود علشان نشوف البروجكت بتاعنا. ندخل على الداونلود، ادي البروجكت بتاعنا زي ما انتم شايفين. تعالى مثلا ناخده من هنا نحطه على الديسكتوب، وبعد كده هنعمل له extract with اسم الابلكيشن. هيبدأ يطلع لنا الفولدر اللي هو ده اهو بالشكل ده كده. عايزين بقى نفتح البروجكت ده، فهنفتح الاندرويد ستوديو من هنا كده، وهنبدأ نعمل اوبن للفولدر ده، فهيشتغل معانا البروجكت بدون اي مشكلة. نستنى بس لحد ما الاندرويد ستوديو يشتغل. الاندرويد ستوديو اشتغل اهو. هنبدأ بقى نضغط على كلمة اوبن، وبعدين هبدأ اختار المكان اللي فيه البروجكت بتاعنا. هو موجود عندنا على الديسكتوب. ادي اسم البروجكت بتاعنا اهو، هنضغط عليه وبعد كده هنضغط اوكي. هتبدأ تعمل هنا تراست بروجكت بالشكل ده كده، وتستنى لحظات لحد ما البروجكت بتاعنا يخلص. تعالى لحد ما يخلص تحميل كده نفتح الايميليتور بتاعنا اللي هو ال LD بلاير. هنشغله كده علشان نبدأ نشوف البروجكت بتاعنا. هنستنى بقى لحد ما يخلص تحميل، ونبص على البروجكت بتاعنا من هنا كده. هو بيكمل هنا اهو، نستنى بس لحد ما يخلص. هو كده خلص تحميل بس مدينا ايرور، مفيش مشكلة. هنضغط هنا كده ونفتح المين، وتعالى نقفل الريد مي. طبعا هتعمل جد باللينسز من هنا كده. هو هنا خلص، وهيبدأ طبعا كل الايرور ده كله كده هيروح يشتغل ابلكيشن بدون اي مشكلة زي ما انتم شايفين. هنبدأ ننزل دي كده ونصغر دي علشان نبدأ نشوف الديزاين بتاعنا. هنيجي هنا كده ونبدأ طبعا نعمل رن البروجكت بتاعنا، ونبدأ نشوف الديزاين بتاعنا هيكون ماشي ازاي، او البروجكت بتاعنا هيكون ماشي ازاي. نتأكد بس ان الديزاين ما فيهوش مشكلة وان الكود شغال، وبعد كده هنتكلم عن شوية حاجات لو انت عايز تظبط في الابلكيشن اكتر يعني. نستنى بس لحظات كده لحد ما يخلص تحميل. وبعد ما البروجكت خلص تحميل زي ما انت شايف كده، هتلاقي ان فعلا الديزاين شغال معاك ما فيهوش اي مشكله. تقدر بقى تدخل مثلا دونت هاف ان اكونت او ريجستر،
وتسجل دخول وتشوف بقى الابلكيشن براحتك، مفيش اي مشكله. هتلاقي عندك كل السكرينات هنا في البرزنتيشن، هو مقسم لك هنا حتى الفولدرات بشكل كويس وجميل. يبقى احنا كده اتاكدنا ان البروجكت شغال وما فيهوش اي مشكله. فتعالى بقى نقفل الكلام ده كده، وعايز اوريك حاجه مهمه جدا هي اللي هتفرق معاك. لو بصينا هنا كده، او تعالى ندخل هنا كده، تمام جدا، ممكن نرجع للكود الاساسي. هنا بقى تقدر تعمل اللي انت عايزه. لو بصيت هنا هيقول لك اي بي اي انتجريشن، يعني مثلا لو عندك اي بي اي وعايز تضيفه، هتبدا تعمل امبورت للاي بي اي من هنا، وتقدر انك تكريت اصلا اي بي اي من اول وجديد. يعني انت عندك اول ما دخلنا على البروجكت لقينا في الاول كده انك تقدر تكريت داتابيز، تمام، او باك اند. فمن هنا كده تقدر تكريت برضو اي بي اي بتستخدمه في البروجكت بتاعك. فبس كده، ده كده كان الموقع بتاعنا، وده الفيديو بتاعنا النهارده. طبعا مش محتاج اقول لك، لو حاسس انك استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك او كومنت لو انت مشترك، ولو مش مشترك انزل دلوقتي اشترك في القناة، وما تنساش تشير الفيديو علشان غيرك يستفيد. وبس كده، ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.